عشاق الكفتة والحواوشي يجمعوا الفيديو ده مخصوص علشانكم. لازم تجربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا وهتدخلوا تشكروني وتدعولي دعوة حلوة كمان. قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا حطيت 3 بصلات متوسطين وعليهم أنا عندي التوم صغير فحطيت كمية كويسة بقى من التوم. انتي لو عندك التوم كبير ممكن تستخدمي 4 أو 5 فصوص توم. وحطيت كمان قرنين فلفل بارد وقرن حار. الحار ده بيديله سنة سبايسي وبيخلي طعمه وهم بجد. انتي لو مش حابة تحطي براحتك ده اختياري. اخدت منهم كده 3 معالق كده من الخلطة دي عشان اعمل الكفتة، لان الكفتة لازم تتصفى من المية بتاعتها علشان ما تتهريش منك واصلا مش هتعرفي تصبعيها. هتبقى طرية جدا، فلازم تصفي المية البصل للكفتة. انا هنا حطيت اللحمه المفرومه في جنب على لخلطه الحواوشي، بس انا مش عايزاها مفرومه ناعم، يعني انا عايزاها خشنه شويه. انتي ممكن تفرمي البصل والثوم والفلفل وتحطي اللحمه المفرومه وتعجني بايدك. حطيت هنا ملح وكمون وفلفل اسود وكزبره، انا مش عايزه بهارات كتير، انا عايزه احس بطعم اللحمه في الاكل. تمام. حطيت هنا معلقتين من خلطة الحواوشي، معلقتين حلوين كده مليانين من خلطة الحواوشي، بيودوا طعمهم بيودوا طعم الحواوشي في حتة تانية بجد. لازم تحطوا خلطة الحواوشي دي، بتخلي الطعم وهم بجد. يلا اعملولي لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وفعلوا الجرس عشان اول ما انزل الفيديو يوصل لكم على طول. ما تبخلوش عليا باللايك يا بنات واشتراك كمان. حطيت هنا بقدونس انا فرمته كده بالسكينة وضفته عليهم. يعني البقدونس بيدي طعم خطير سواء للكفتة للحواوشي. لازم تجربوا البقدونس في الكفتة والحواوشي بيبقى خطير بجد. انا ممكن تحطي انتي تضيفي طماطم، انا هنا ما ضفتش طماطم بصراحة، يعني انا عايزاها كده من غير طماطم. والطماطم برضو بتديها طعم حلو برضو. انتي لو حابة تضيفي حبايتين من الطماطم كده ضيفيهم عادي. هصفي كده مية البصل. هصفيها للكفتة كده علشان انا مش عايزة مية البصل في الكفتة. عشان زي ما قلت لكم تبقى ماسكه نفسها. والميه دي مش هنرميها خالص، احنا هنضيف عليها معلقه صلصه وشويه من الزيت وهنصبع بيها الكفته كده، بتدي لون للكفته من بره وكمان طعم مميز جدا وشكل حلو قوي كده هيعجبكم بصراحه. هجيب كده اللحمة المفرومة وهخلط بيها البصل كده. كمان انا مش عايزة بهارات كتير في الكفتة، زي ما قلتلكوا اي لحمة مفرومة هتعملوها سواء كفتة سواء حواوشي ما تكتروش البهارات علشان تحسوا بطعم اللحمة في الاكل كده. البهارات ما تحسوش ان انتوا بتاكلوا بهارات، لا يعني. فهنا ضفت نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة مليانة من خلطة الكفتة. خلطة الكفتة وخلطة الحواوشي بيدوا طعم مميز جدا للحاجة وبيخلوا طعمها خطير. وكمان انا ضفت نص معلقة من الملح، بس نسيتها في التصوير. اوعوا تنسوا الملح يا بنات وما تكتروش في الملح، هي نص معلقة ملح كفاية قوي. حطيت بقدونس برضو زي ما قلتلكوا، البقدونس بيدي طعم مميز قوي للكفتة وللحواوشي. حطيت هنا نص معلقة من البيكنج باودر، انا كنت ناسيها بصراحة، فانتي ما تنسيهاش. البيكنج باودر لازم في الكفتة، بيخليها ما تكشش منك قوي وكمان بيخليها مفرغة من جوه كده وجميلة. ما تبقاش مكتومة كده وانت بتعمليها بعد ما تستوي وتبقى مكتومة. يعني من عوامل نجاح الكفتة انك تصفي مية البصل كويس، وكمان تحطي نص معلقة من البيكنج باودر وما تكتريش البهارات، كده هتاكلي احلى كفتة في حياتك. انا هنا هعمل كمية كبيرة من الحواوشي زي ما قلتلكوا، من كيلو من اللحمة المفرومة هنعمل كمية كبيرة من الحواوشي وهنعمل كفتة وهندلع الدنيا. هعمل كمية كبيرة من الحواوشي، هحط طبعا هحتفظ بجزء منها في الفريزر، وهعمل على قدي انا وولادي بس، يعني ما تكتريش عشان ما يفوتش منك بقى والكلام ده، اعملي على قد ما انت هتاكلي.
لمّا بتحطيها في الفريزر بتسهّل عليكِ جدًا في يوم بقى أنتِ تعبانة، مكسلة تعملي أكل، الولاد مغلّبينِك ومش عارفة تعملي منّهم حاجة، فممكن بقى تطلّعي من الفريزر وتسوّي على طول، مش يعني يا دوب هتطلّعيها من الفريزر تفُك وتسيبيها تفُك شوية وتسوّيها وشوية مخلِّل بقى وشوية سلطة وطحينة وكده تبقى تمام، عدّى اليوم بسلام وعملتِ أكل وما تعبتيش خالص. هنا حطيت مكعبات زبدة وشوية زيت، بس حسيت إن المادة الدهنية كتيرة شوية، فهاصفّي منها شوية عشان أستخدمها في الكمية التانية. ممكن تدهنيها بالسمنة أو الزيت أو الزبدة اللي أنتِ حاباه، تدهنيها من فوق كده ومن تحت وتدخّليها الفرن وتولّعي الشواية، بيبقى خطير ومقرمش والطعم في حتّة تانية بجد. أي طريقة شغّالة معاكِ. هي بعد ما استوت أنا ولّعت فحمية كده وحطيتها عليها، وهم يا بنات الطعم خطير، وعملت كمان مَيّة سلطة حراقة كده، لزوم القعدة بقى والتحابيش. لو عجبِك الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك والشير، وكمان تعملي لي اشتراك في القناة وتفعّلي الجرس عشان يوصل لِك كل